السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الحال يا ربي وتكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا اليوم غندير معكم واحد الغريبه اللي كتجي زوينه بزاف. غادي نبدا معكم في المقادير والطريقه في نفس الوقت. عندي هنا ربعه ديال الزبده كما كتشوفوا معايا، تكون لينه بدرجه حراره المطبخ. انا خديت ديال العلبه، نتوما ممكن لكم ديروا اللي كاين اللي متوفر. عندي هنا واحد الساشي ديال الفاني، غادي نخويها، وواحد الكاس ديال العنبه ديال سنيده، صافي. غادي نخدم ديك الزبده مع سنيده مزيان، وغندير واحد القبيصه ديال الملحه، صافي. وغنخدم هاد السنيده مع الزبده مزيان شويه. المهم ندخل ديك السنيده في الزبده تندوب ديك السنيده، تذوب لينا شويه، صافي. كنخدمها، كتكون ملي كتكون هذه الزبده لينه كتعاونك في الخدمه، ماشي بحال اللي كتكون قاصحه في الثلاجه. صافي كنبقى نخدم معاكها بحال بالكف ديالي، صافي. كنبقى نجمع فيها هكا حتى كتولي ماشي كاع تدخلي الزبده بزاف تتولي الزبده سايحه، تخلي باش ما تدخلش لك الطحين بزاف، ما تذوبوش بزاف الزبده بزاف حتى ما تتولي سايحه، تبقى بحال هذا الشكل، بقى على شكل بوماد وصافي. حيت الا دخلتو الى معكتو الزبده بزاف وصافي ولات سايحه، ما كتدخل لكم الطحين بزاف وكتجي الحلوه ديالكم قاصحه. هاد الغريبه كتجي زوينه بزاف. المهم هنا غندير واحد الكاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال الزيت، غادي نخدمو حتى هو مع هاد العناصر. هاد الغريبه كتجي زوينه الصراحه، الا جربتوها غادي تبقاو دائما ديروها، كتجي زوينه منسمه بالكاوكاو، كتجي فيها واحد المذاق زوين، وكتجي مغيره على الغريبات اللي مالفين كنديروهم. كتجي في واحد الشكل زوين صراحه. صافي غادي نبقى نجمع هكايا حتى يدخل لي داك الزيت في الزبده. صافي هنا كندير باش الا لقيت شي سنيده باقا هذا كنديرها، كنحكها. هنايا غادي ندير واحد الكاس ديال الكاوكاو، كاس ونص ديال الكاوكاو ونص كاس ديال الجنجلان مطحون محمر ومطحون، جنجلان نص كاس ديال جنجلان محمر ومطحون، وكاس ونص ديال الكاوكاو محمر ومطحون. صافي هكايا حمرته غير في الفران وطحنته بجلود ديالو كاوكاو. صافي كنخلط هذاك نحاول نخشي داك الجنجلان والكاوكاو في هذا الخليط اللي عندي ديال الزبده، كيجي فيها مذاق زوين الصراحه ما بين داك الكاوكاو والجنجلان. مهم جوج كيسان مخلطين ما بين. هنا غادي نبدا ندير في الطحين الفورص، يكون نوعيه جيده صافي باش كيعاون ما يكونش خايب، يكون شي نوع زوين. غادي ما تكثروش هنايا الفورص بزاف، غديروا شويه بشويه، وإلا باقي خاص غادي تزيدوا. هنا غادي ندير جوج ساشي ديال الخميره ونص، ندير جوج خمارات ونص ديال الخميره بحال هكاك. وإلا كان عندكم فران ديالكم زوين كيفرقع الغريبه كتجي مشقه، ديروا غير جوج خمارات. الا كان ما زوينش كديروا جوج خمارات ونص اولا حتى 3 الخمارات. صافي غادي نحاول ندخل داك الطحين والخميره غير شويه بشويه، ندخلو غير بصبيعات بحال هكا، باطراف الاصبع بحال هكا.
غريبه عاديه وصافي. المهم كتجي زوينه الصراحه، كتجي شكلا ومذاقا. الشكل كيجي رائع جدا، والمذاق خلاص. المهم تجربوها وردوا عليا ان شاء الله في كومونتير. صافي محاولوا ما تكتروش الطحين من الاول، ديروا غير بشويه بشويه، مع فيها الكاوكاو والجنجلان. ما تتهش لينا الطحين كاع بزاف بحال الغريبه الاخرى. صافي كنبقى نجمع بحال هكا، كنبقى نزيد بشويه بشويه الفورص تنتحصل على القوام اللي بغيت. ما تخليوهاش تكون رطبه بزاف، وما تخليوهاش تكون قاصحه، خاصها تكون بين وبين، تكون هي هذيك. حنت فيها الزبده، الا تبعتوها عاوتاني بزاف بالطحين راه غادي تبقاو تخشيو فيها الطحين تجي قاصحه. الا غتبقى يخرج لكم الزيت منها، خاصكم ديروا بشويه بشويه الطحين تتحصلوا عليها على داكشي اللي العجين اللي بغيتو. متبقاش تلصق في اليد بزاف وصافي. صافي هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الفورص هنايا. صافي هو اللي غادي نجمع به داكشي اللي صافي. كنجمع غير بصباعي بحال هكا. صافي هنا غادي نجمع باش غادي نبدا ندير غادي نوريكم الشكل هذه الشكل ديالها كيفاش الرطوبيه ديالها بحال هكا. صافي كتخشي صبعك. صافي كما قلت لكم كديروا صبعك بحال هكايا كتكون رطبه. صافي هنا غادي نبدا نشكلها كويرات غريبه عاديه وصافي. هنايا غادي نبدا معاكم على بركه الله. كل واحد غريبه هي ما كتبغيش تكون صغيره بزاف، وما تبغيش تكون تاني كبيره اكثر من القياس. المهم انا كنديرها بينه وبينه صافي. المهم انا هنا كنحاول ندير حتى ندير هذوك الدوارات كاملين. بغيتو تعبروها ممكن لكم تعبروهم. انا هنا كندير غير عيني ميزانيه وصافي، واللي بانت لي ناقصه كنزيدها شويه، واللي بانت لي كبيره كنقص منها وصافي. غادي نبقى غادي نشكل بزاف ديال الكويرات كما كتشوفوا معايا. عاد باش غادي ندوز باش نجيب اللاطه. صافي انا شكلت تقريبا نص ديال الكميه. صافي هنا جبت اللاطه عندي. هنا ما غندهن لا لاطه بالزيت لا والو، حيت اصلا الحلوه ديالنا فيها الزبده. هنا عندي السكر كلاصي، سكر سبيسيال ضروري باش ما يتحرقش لينا الحلوه ديالنا. صافي غادي نبقى ندوز الغريبه في السكر كلاصي سبيسيال. وهنا عندي واحد شويه ديال اللوز قسمته على النص، غير النص ديال اللوزه غادي نحاول نديرها صافي. وغادي ندوز دابا الغريبه ديالنا في السكر كلاصي ديال هذا سبيسيال. صافي انا حاولت بحال نلقمها بحال هكايا باش يتخشى هذاك السكر كلاصي فيها مزيان، وخليتها مكركبه حيت انا باقا غنضغط عليها فاش غادي ندير اللوزه. غادي تهبط الغريبه ديالي، ما تبقاش بحال هكاك. بغيتو تقادوها من الاول وتديروا اللوزه ديروها غير بشويه صافي. ديروها كل واحد يدير اللي كيناسبو صافي. دابا غادي نبقى بحال هكا كما كتشوفوا. كنحاول انا نلقمها بحال هكاك باش كيتخشى داك السكر كلاصي فيها مزيان، وداك الزوائد كيحيدوا باش ما صافي. كتلبس ليا بداك السكر كلاصي صافي. تنحطها. كاين اللي كيدير بياض البيض، انا ما درتش البياض البيض. كاين اللي كدوزيها في بياض البيض عاد كيدوزها في السكر كلاصي سبيسيال. انا درتها نيشان حيت اصلا العجينه ديالنا رطبه وفيها الزبده، وهذا حتى هي تتشرب كتمص هذاك السكر كلاصي كيلصق فيها صافي. كنبقى غادا بحال هكايا حتى غادي نعمر الغطا. المهم انا هنا غادي ندير هادو، وغادي نجيب هذاك النص ديال اللوزه. اي نص اللوزه ضروري ما كيبغيش يلصق. بغيتو ديروا ليه بياض البيض ديروه غير شويه عاد ديروا. بغيتو ديروا العسل كما درت انا دابا. كنت كندير العسل، كندير غير شويه في صبعي كما كتشوفوا بحال هكا صافي. كندهن به داك نص اللوزه، وكنحاول نضغط على الحلوه ديالي حيت انا الحلوه خليتها دايره. دابا فاش كنهبط عليها عاد كتقاد.
فاش كتبداو تهبطوا عليه هي اصلا كتشقق تبارك الله قبل ما تدخل الفران كتشقق، وهي فاش كتبغي ديري ديك اللوزه كتشقق الغريبه. ها كيف ما كتشوفوا معايا الشف كيفاش كتشقق الغريبه ديالنا. صافي كنبقى غادا بحال هكا كندهن داك النص اللوزه بحال هكايا بشويه ديال العسل، صافي وكنلصق به. بغيتو ديروا بياض البيض وتلصقوا به يمكن لكم ديروه. صافي انا كملت دابا اللاطه ديالي غادي نديرها في الفرن ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها. هنا هذه هي الحليوه ديالنا فاش طابت، كتجي زوينه وكتجي مفرقعه وزوينه صراحه. انا طيبتها غير الفران ديال الضو، ما عنديش فران كبير، عندي غير داك الفران الصغير ديال الضو. مهم جات زوينه. صافي كنشعل عليها من الفوق حتى كتفرقع، عاد كتبان لي تشقات، عاد كنطفي الفوقاني وكنشعل التحتاني كتبدا طيب ليا من التحت تحمر. صافي عاد كنكمل عليها الطياب من الفوق عاوتاني. المهم هذا هو الطياب ديالي انا معاها. صافي وهنا كنقول لكم السلام عليكم وشكرا، وما تنسوناش من لي لايك. شكرا على المتابعه.